السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في لحظة جديدة من لحظة طمأنينة. احنا متعودين دايما نسأل مين أحسن، مين صح، مين غلط، مين أقرب لربنا، وبننسى ان السؤال ده مش بتاعنا. احنا شايفين أفعال، لكن ربنا رب قلوب وشايف القلوب وشايف نيتنا وشايف وجع كل واحد ومحاولاته وتوبته اللي محدش يعرفها غيره. عشان كده ربنا جعل القبول بإيده وحده، ومحدش عارف حتى هو اتقبل منه ولا لأ، فما بالك بغيرك. تعينش نفسك قاضي وتحكم لأنك مش عارف حتى نفسك اتقبل منك ولا لأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني أصل الحكاية كلها والملك على الجوارح هو القلب. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالقيمة مش في اللي اتعمل بس، القيمة في النية اللي وراها. وكل الأعمال بالنيات. ربنا قال: إن الله عليم خبير، عليم باللي جوه الصدور، خبير باللي مستخبي ورا الفعل. وقال تعالى: إنه يعلم السر وأخفى، يعني عالم كل شيء، اللي جواك، اللي جوا قوي، اللي محدش مطلع عليه غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني الميزان مش في الشكل ولا في الكلام ولا في اللي باين للناس، الميزان في القلب والنية. ممكن واحد شكله بعيد بس قلبه مليان خوف من ربنا ورهبة، وممكن واحد باين صالح بس قلبه قاسي ومليان كبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج في النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. عشان كده بلاش أحكام وبلاش مقارنات وبلاش نحط نفسنا مكان ربنا. احنا دورنا نرحم، ننصح بلين وبحكمة وموعظة حسنة بحب، ونسيب الباقي على ربنا. مش مطلوب منك تكون قاضي ولا مراقب ولا تحدد مين يستاهل الرحمة ومين لأ. ربنا وسعت رحمته كل شيء، واحنا ساعات بنضيقها على بعض للأسف. وقال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني كل الذنوب هتتغفر إن شاء الله بمشيئة ربنا. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني ممكن يغفر كل حاجة بمشيئته، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إلا الشرك. يمكن الشخص اللي انت حكمت عليه يكون أقرب لربنا منك بلحظة صدق أو نية خالصة أو دعوة في ظلمة الليل، أو بكى من خشية ربنا مرة بصدق، أو قال كلمة التوحيد مرة واحدة بصدق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. محدش عارف خاتمته ايه، ربنا يحسن خاتمتنا جميعا. فلو هنسأل سؤال، خليه لنفسك، خلي قلبي، هل قلبي سليم؟ هل نيتي صافية؟ هل ربنا تقبل مني؟ وسيب سؤال: مين أحسن؟ هل ربنا تقبل مني؟ للي أعلم بالقلوب وعالم الغيوب، لأنه هو وحده علام الغيوب والمطلع على البشر وعلى نياتهم وعلى الخير اللي جوه كل واحد، سواء خير أو شر، لأن محدش عنده شر محض ولا حد عنده خير محض، كلنا جوانا الاتنين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فألهمها فجورها وتقواها. يعني ارحم نفسك وارحم غيرك وخليك رحيم وجابر للخواطر. لو الكلام ده حاسس انك استفدت بيه، ابعته لحد او شيره وخليه في ميزان حسناتك وحسناتي.
وافتكر قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وادعي لنفسك وادعي لي معاك، واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك وشير. وشكرا ليك، وصلي على اللي هيشفع لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.